اضطريت ان انا اتفرج على اول حلقه من رامز جاب من الاخر. البرنامج اللي ما شافوش بكل بساطه هو رامز جلال بيجيب ممثلين تقريبا متفق معاهم واضح جدا، واتفق معاهم ان هو تقريبا هيعمل فيهم مقالب، عذبهم تقريبا او ما اعرفش هو بيعمل ايه بالظبط. المره دي هو جايب 2 متخانقين مع بعض وهيعمل فيهم المقلب وهيصالحهم على بعض. ده المفروض يعني ايه، دي فكره البرنامج. وباين جدا ان كل الممثلين متفقين اساسا مع رامز، يعني ما فيهوش اي حاجه مبهره. انا مش فاهم فين الكاميرا الخفيه في الموضوع، لا ده مش الكاميرا الخفيه، يعني ده مختلف عن زمان. وبعد كده فكره ان نفس المقلب هو كل مره بيتكرر كل يوم، أنا طول شهر رمضان. يعني انا مش فاهم ايه الكرييتيف في الموضوع. لو احنا بنقارن ببرامج الكاميرا الخفيه زمان هنلاقي اساسا مثلا زي حاجات ابراهيم نصر ان كان كل حلقه في مقلب مختلف ومع اشخاص مش معروفين، فحتى لو هو متفق معاهم انت مش عارف اذا كان متفق معاهم ولا لا. لكن دي المره دي واضحه